لإنك مدير متفهم وعايز تكون مؤثر في مكانك، فأنت قررت إنك في وسط الميتنج تقول للفريق بتاعك ها يا جماعة رأيكم إيه؟ اللي عنده اقتراح يا ريت يسمعه لي عشان إحنا فريق واحد ولازم يكون كلنا قلبنا على الهدف ومقتنعين بالطريقة فنقدر نوصل لهدفنا. وبعدين لقيت محدش رد عليك. هتقول ليه بقى؟ ما أنا مدير شاطر أهو وبقول كلام زي الفل وبحاول أحسسهم بروح الفريق. أدام ما وصلتش للنتيجة بتاعتك يبقى لازم ترجع تسأل نفسك الكلام العظمة اللي انت بتقوله ده كان خارج من طاقة ايه من جواك؟ يعني ممكن تكون انت من جواك متضايق وبتحاول بس اللي انت ما تبينش مضايقتك دي وتسمع رأيهم، او انت عارف ان حد قالك قبل كده على فكرة انت بتمشي رأيك وخلاص او ما بتاخدش وجهة نظرنا فحبيت بقى تقول طب اديني باخد وجهة نظرك اهو، بس انت من جواك مقتنع ان انت الصح ورأيك في الاخر هو اللي هيمشي، وده تحصيل حاصل. الناس مش هتصدق كلامك، الناس هتصدق الطاقة وإحساسك اللي خارج منه الكلام، لأن ده عمره ما بيكذب. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة قبل ما تدخل الميتنج بتاعك، اقف واسأل نفسك أنا نيتي إيه؟ هل أنا داخل أثبت نفسي وأوري لهم اللي أنا رأيي هو اللي صح وأمشي تعليماتي كده كده، ولا أنا نيتي أسمع فعلا وأتفهم وأحسسهم إن فعلا كلنا تيم واحد؟ ظبط النية قبل ما تدخل الميتنج بتاعك.